شيرة للحلويات الرمضانية على أصولها. تعالوا سويا نجهز شيرة الحلويات الرمضانية. خلينا نقول بسم الله ونذوق الحالات مالتها. هاي وحدة عصير وبيها نكهة أكيد ويا الحلويات راح تطلع تبج. نجيب لنا جدر حلو مرتب، 4 قلاصات شكر، الكل قلاصين شكر قلاص مي. نضيف شوية هيل، أهم شي يكون الهيل مو مطحون، لا تضيفون هيل مطحون لأنه راح يغير عندنا لون الشيرة. نخلي شوية زعفران، عصرة ليمون فريش. نقول بسم الله وخلطة معدلة نذوب الشكر. أول ما تبدأ عندنا تفور الشيرة بهذا الشكل نخليها على نار متوسطة. ولي الجمال بس باعوني اللون. وهسه ورا مرور 15 دقيقة بالضبط، أهم شي ما تخلوها على نار كلش عالية، نار وسط يعني نبقى نخوط فيها، يعني مو نعلي النار ونعوفها، لا راح تخرب عندنا. ورا مرور 15 دقيقة بعد ما نحتاج الطباخ ونطفيه ونخلي الجدر لحد ما يبرد واستخدمه للحلويات للعصاير بشهر رمضان. وهسه ورا ما بردت عندنا الشيرة نقول بسم الله. وهذه أضبط شيرة للحلويات سووها بشهر رمضان.